السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، وكل سنة وانتم طيبين. وهنعمل النهارده ايه؟ النهارده كل سنة وانتم طيبين عاشوراء. طبعا عارفين القمح، انتوا كلكم شطار ما شاء الله عليكم، عارفين القمح بيتعمل ازاي. بنجيب القمحية وننقيها تنقية حلوة، بس نقول للعلاف او العطار عايزين قمح مبشور اللي هو بيتعمل بيه العاشوراء، اللي هو اللي بيتعمل بيه، شايفين القمح ده يا بنات؟ اللي بيتعمل بيه البليله اللي هنعمل بيه العاشوره النهارده. هتنقيه تنقيه حلوه وتغسلي غسله حلوه، وهتعمليه ايه؟ هتحطيه على النار يتسلق سلقه حلوه كده. بصوا اتسلق معايا، بصوا بقى عامل ازاي ما شاء الله عليه. هنعمل ايه؟ تعالوا دلوقتي نشوف طريقه العاشوره خطوه بخطوه. شايفين بسم الله ما شاء الله، ده لبن جاموسي، بص باين اهو، بسم الله ما شاء الله عليه. القشره بتاعته بقشطته كده، هننزلها على العاشوره اللي احنا ايه، اللي احنا سلقناها. بسم الله ما شاء الله. كل ده على النار، كل ده على النار. هنحط السكر حسب الرغبه، وهتدوقي برضو منه. لما تحطي السكر هتدوقي منه، عايزه سكر ولا مش عايزه سكر، عشان في ناس ما بتحبش الحاجات مسكره كتير. هقلب بقى وهدوق واشوف عايزه سكر ولا لا. ومعانا كوبايه فيها ميه، وهنحط عليها معلقتين نشا. بس نجيب النشا يا بنات اللي هي بتربط، عشان في نشا بتفصل ما بتربطش معايا. مهما تعملي وتحطي على الاكل تقولي هو ما بيتربطش ليه، ده من نوعيه النشا. لما تكون النشا ممتازه وجايباها من عطار مثلا انت عارفاه بتجيبي منه على طول، دي ما شاء الله عليها، خلاص كده متعاملين مع العطار ده، عارفين دي بتربط معانا. بصي يا بنات زي ما احنا شايفين كده، انا عايزاها لينه كده، مش عاوزه القمح يكون تقيل كده وزي الجلوس كده، لما تيجي تاكلي تحس ان هي زي الجلوس. لا انا عايزه اللبن بص يبقى كتير وهي تبقى قليله. بصوا شايفين السكر دي خلاص كده هي قربت تغلي كده. هنحط ايه معانا؟ هنحط معلقتين النشا اللي احنا دوبناه وبنك اهو، قلبهم بس تقليبه حلوه. يبقى حطينا السكر وحطينا القمح واللبن وحطينا الفانيليا، بس ما جاتش معاكم هنا في التصوير. ودلوقتي حطيت ايه بقى معاكم؟ حطيت النشا دي بقى. هفضل اقلب كده، البنات اللي لسه مبتدئه يعني نفضل نقلب كده لحد ما تربط معانا. زي ما احنا شايفين انا جهزت السلاطين عشان اول ما تتعمل على طول اروح صبه فيها. واتبقت معايا من القمح اللي انا سلقته، عملت كيسين كده. طبعا ست البيت الشاطره هتبقى عارفه متطلبات بيتها قد ايه وافراد الاسره هياكلوا قد ايه. عملت كيسين كده، بس الكيس ده مني شر وطق كده، وقدر الله ما شاء فعل نزل منه كتير، حطيته في كيس تاني وكيس تاني اهو، عشان ايه لو حبيت في يوم اعمل منه بليله. واوريكم طريقه البليله سهله جدا وبسيطه جدا، زيها زي العاشوراء بس ينقصها النشا. تعالوا بقى نشوف التكه المهمه في العاشوره بتاعتنا. الخطوه بقى المهمه اللي هتخليكي بسم الله ما شاء الله كل اللي يشوفك هو او يكلمك يقولك على طول ايه، اعملي لنا عاشوره، اعملي لنا عاشوره او رز بلبن. ما الخطوه دي بعملها في الرز بلبن او العاشوراء او المهلبيه. خطوه ايه؟ كريم شانتيه. كريم شانتيه ده هتحطيه في اخر خالص ما تخلصي الوصفه بتاعتك، سواء رز بلبن او عاشوراء او مهلبيه او اي حاجه انت بتعمليها فيها لبن. الخطوه الاخيره دي هتحطيها تربط معاكي بسم الله ما شاء الله، هتوديكي في حته تانية خالص. هتخلي العاشوره دي كانك جايباها من محلات كبيره، اجدع محل. تعالوا بقى نشوف هنحط مع بعض ايه. كريم شانتيه فتحتها كده، يلا بقى نحط بسم الله. نفضل بقى نقلب كده بسم الله ما شاء الله. منتجات دريم انا ما بعلنش عنها، بس بسم الله ما شاء الله في حاجات كتير جربتها من دريم، اللهم صل على النبي عليها، جميله. نفضل بقى نقلب كده. بص بسم الله ما شاء الله تخنت معايا ازاي. بصوا لما تلاقي المغرفه بتاعتك تقلت شويه كده وانت بتقلبي بيها هتحسي، بصي اهي بسم الله ما شاء الله. انا مش عايزه اكتر من كده. بسم الله ما شاء الله جميله جدا، اللهم بارك. يلا بقى عشان نصبها زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله. صبيتها في السلاطين اللي عندي بسم الله ما شاء الله. التكه بتاعت الكريم شانتيه دي هتخليها تعمل كده وش من فوق زي القشطه. انت ايه هتشوفيها هتعمل وش زي القشطه بالظبط، كانك جايباها من محلات اللي بيعملوا الكشري والمكرونه الكشري. هتحطيها بقى في التلاجة بعد ما تبرد خالص، مش وهي سخنه نحطها في التلاجة طبعا، عشان التلاجة لا قدر الله ما تبص. هنحاول بقى نعمل لكم حبه بالشوكولاته. جبت حبه كده نقصتهم
من الحله الكبيره في حله صغيره عشان اللي عايز بالشوكولاته. اهو دي شوكولاته خام اسباني، بسم الله ما شاء الله، جميله جدا. جربوها الاسباني، رائعه. حاول بقى نقلبها كده عشان ايه تتجانس مع بعضها. بسم الله ما شاء الله، ريحتها جميله جدا يا بنات، تحفه جدا. ريحه الشوكولاته طالعه كده معاها جميله. يلا بقى بينا نروح نصبها في سلاطيننا زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله. بصوا بصوا العاشوره بتتكلم عن نفسها. بصوا قربت تعمل كده وش زي ما احنا شايفين. لما تعمل كده وش وتبرد هنحطها على طول في التلاجة. وعملت حبه بالشوكولاته ريحتهم روعه روعه روعه. الشوكولاته ريحتها جميله جدا زي ما قلت لكم. دي كاكاو خام اسباني بستخدمه لما باجي اعمل حلويات معايا كوب كيك او اي نوع من انواع الحلويات. بصوا بسم الله ما شاء الله، الحاجه بسم الله ما شاء الله بتتكلم عن نفسها. وريت لكم الحبه اللي خدتهم قبل ما احط فيهم لبن، اشيلهم في التلاجة عشان خاطر اعمل بيه العاشوره. اعمل بيه العاشوره او اعمل بيه المهلبيه اللي هي البليله. وكل سنه وانتم طيبين، والشعب الاسلامي يا رب كله بخير، ويدوم عليكم يا رب الصحه والسعاده يا رب. اللهم امين. وراحه البال اهم شيء، راحه البال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.